اللي في الصورة قدام حضراتكم ده اسمه أيمن حسن. أيمن قدر يتسلل الحدود الإسرائيلية، مش بس كده، ده قدر يخلص على 21 جندي إسرائيلي وأصاب 20 ودمر 6 عربيات تابعة ليه. ولما تقدم للمحاكمة إسرائيل كانت بتطالب بإعدامه، بس شيء معين حصل أثناء المحاكمة أنقذه من العقوبة دي. القصة بدأت لما أيمن كان في مكان حراسته عادي، بس اليوم ده كانت فيه الرياح شديدة شوية، فالعلم المصري طار من مكانه ودخل على الحدود الإسرائيلية. في الوقت ده كان فيه جندي إسرائيلي موجود. الجندي راح على العلم المصري والتقطه وبدأ بقى في استفزاز أيمن حسن. إنه أول حاجة عملها مسح بالعلم المصري جزمته، ده غير كان فيه مجندة معاه زميلته إسرائيلية بدأوا يعملوا حركات مش كويسة وأوضاع مخلة. كل الحركات دي عملوها قدام أيمن على علم المصري. في الوقت ده بقى أيمن اشتد غيظه جدا وقرر انه لازم ينتقم من الجندي الاسرائيلي ده باي طريقه. وبعد مرور وقت اللي زود غضب أيمن وخلاه يقرر انه مش هينتقم من الجندي الاسرائيلي ده بس، ده هينتقم من اكتر عدد من جنود اسرائيل، هي المذبحه اللي حصلت في المسجد الاقصى وراح ضحيتها عشرات الفلسطينيين. هنا بقى قرر أيمن انه يعمل كده ويوسع العمليه ويخلص على اكتر عدد من الصهاينه. هنا بقى أيمن بدأ يعد خطته، هيعمل ايه، هيتصرف ازاي. بدأ يراقب تحركات الجندي الاسرائيلي ده، مش بس كده، بدأ يراقب تحركات وخط سير العربيات اللي بتمر في المكان الحدودي ده. كمان بدأ يدرب نفسه على الجري لمسافة 15 كيلو، قعد شهر ونص يتدرب، وال15 كيلو اللي قاعد يتدرب عليهم دول دي المسافة اللي كان عارف انه هيقطعها رايح جاي عشان ينفذ مهمته ده. في يوم التنفيذ بقى قدر ان هو يحصل على 450 طلقة من مخزن الذخيرة التابع للكتيبة بتاعته، وبدأ في التحرك الساعة 5 الفجر. اخترق الحدود الإسرائيلية وفضل ماشي حوالي ساعة ونص لحد ما وصل للمكان اللي هو كان محدده واللي هيعمل فيه الكمين وهيتمركز فيه، والمكان ده بيبعد عن مدينة إيلات حوالي 13 كيلو. اختبأ بقى في المكان ده وسط الجبال على الطريق، وكان منتظر عربيات العدو إنها تعدي. أول عربية جت هي عربية تابعة لهيئة الإمداد والتغذية الإسرائيلية، بس ما كانش فيها إلا جند واحد. هجم عليها أيمن وقدر يخلص على الجند ده. بعدها بشوية كمان جت عربية تانية كانت تابعة للمخابرات الإسرائيلية، ولحسن حظ أيمن إن العربية دي كان فيها مسؤول كبير في المخابرات هناك، هو عميد ومسؤول عن تأمين مفاعل ديمون. برضو أيمن بدأ في ضرب العربية دي وقدر يخلص على العميد ده ورجع يستخبى تاني في مكانه. بس لسوء حظه إن في كتيبة استطلاع شافت اللي حصل ده كله، بدأت صفارات الإنذار تضرب، بدأ جنود كتير يتوافدوا على المكان وبدأوا يشتبكوا مع أيمن. أيمن في المعركة دي قدر يصيب 50 جندي، مات منهم 21 والباقيين كانت إصابات، منهم 20 إصابة خطيرة. ورغم عدد الجنود الكبير اللي كانوا مشتبكين معاه، ده غير الطيران اللي كان بيجري وراه، برضه قدر أيمن إنه يعدي الحدود ويرجع للأراضي المصرية. وعلى الفور أول ما رجع سلم نفسه للقيادات في الجيش وقال لهم على كل اللي حصل. تم القبض على البطل أيمن حسن وتم إحالته للمحاكمة، وده لأنه عمل كده بدون معرفة القيادات اللي معاه في الكتيبة بتاعته. بس أثناء المحاكمة بقى كل القيادات في الجيش كانوا متعاطفين معاه وكانوا بيعاملوه معاملة جيدة جدا. ده حتى وزير الدفاع في الوقت ده يوسف أبو طالب كان داعم كبير جدا ليه. في الوقت ده بقى صدرت الأوامر للأطباء في الجيش إنهم يكتبوا تقرير، التقرير ده هينقذ أيمن من حبل المشنقة. وفعلا تم كتابة تقرير في صالح أيمن. التقرير كتب فيه إن أيمن مختل عقليا ومش مسؤول عن أفعاله، وفعلا حكمت المحكمة على أيمن بالحبس لمدة 12 سنة. ده غير كده إن بعد مرور 6 سنوات خد عفو رئاسي عن باقي المدة وتم الإفراج عن البطل أيمن حسن. عاشت مصر بأبطالها العظام، ودي كانت قصة بطلنا النهاردة. سلام.